صحبتي أزكى السلام تحية، حي الصحاب وخيرة الخلان. السلام عليكم وأهلا بالصحبة. كتير من الناس ما يعرفش أهمية نفسه، للأسف عايش في الدنيا وخلاص، مبدأه في الحياة زي الناس، اللي يسير على الناس يسير علينا، وماشي في الدنيا كده سبهللة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخر. بالبلدي كده ماشي مع المشي. صدقني يا صديقي، انت غير الناس خالص. ربنا ما خلقناش بقالب واحد، مش اسطمبة واحدة اللي خلقت كل البشر. كل واحد فينا ربنا خلقه بإيده سبحانه وتعالى، وكل واحد لوحده، زي ما تقول كده صناعة يدوية، مش بمكن يعني، لكن بإيد المولى سبحانه وتعالى. ربنا خلقك لوحدك بعناية، وصاغك في الصورة اللي انت عليها دلوقتي، وقاصد تكون كده. نقصك مقصود، إعاقتك رحمة منه سبحانه. خلقك كده لهدف معين، والصورة اللي انت عليها دي هي أنسب صورة عشان تحقق الهدف اللي انت مخلوق عشانه. حتى لو كنت مولود بإعاقة، دي ممكن تكون بتخدم هدفك، أو أكيد بتخدم هدفك، لأن ربنا ما خلقناش بعشوائية. ده خلقنا حتة حتة وخلية خلية، وكل جزء اتخلق بعناية وركبه سبحانه وتعالى بأنسب صورة. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولاحظ هنا إن الخطاب للإنسان مش الناس، بيخاطبك انت لوحدك. هو قاصد يخلقك كده قلبا وقالبا غير اي حد، وكل نفس مختلفة تماما عن اي نفس في الكون، مش عشوائية ابدا. كل واحد ربنا اختار له وشه، واختار له عينيه، وكل حتة فيه هو اختارها سبحانه وتعالى على أنسب صورة وعلى أفضل تقدير منه سبحانه وتعالى. فلازم تكون مقتنع إن نفسك وجسمك مخلوقين بتقدير منه وحكمة سبحانه وتعالى. فربنا خلقنا مميزين، ووضع في كل إنسان الاختلاف اللي يميزه عن أي حد، عن أخوه التوأم حتى. اختيار وتقدير بعناية وبحكمة، فما تعتبرش نفسك زيك زي أي نفس. ربنا خلقك وميزك لهدف معين والحكمة معينة. لازم تجتهد عشان تعرف الحكمة دي، وتعرف السبب اللي انت مخلوق عشانه، تعرف مكانك ومكانتك، وتدي نفسك حقها، وتصنف نفسك وتقيمها، وتشوف انت فين من الهدف اللي ربنا خلقك عشانه. لازم تسعى على الهدف اللي ربنا خلقك عشانه. لازم تعرف هدفك في الحياة، ولما تعرفه لازم تبذل كل ما في وسعك عشان تحقق الهدف اللي انت اتخلقت عشانه. في النهاية ما تنساش تشترك في قناة صحبة على اليوتيوب عشان تشوف الحلقات الجديدة لما تنزل ان شاء الله. وكمان عشان محتاجين صحبة في الله نتعاون على الخير، فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وعايزين نتناقش في التعليقات مع بعض. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.